يا مساء السعادة عليكم. النهارده هنعمل ريفيو عن عجلة من ماركة جالاكسي ال 500، ودي العجلة المعدلة الجديدة من ماركة جالاكسي اللي نازل فيها مساعد العجلة هايبر. أول حاجة هنتكلم عن العجلة أولا فول ألمونيوم، كلها ألمونيوم، كل جزء فيها ألمونيوم، ما فيهاش حاجة حديد. أول شيء الفريم ألمونيوم، السلوك زي ما انتم شايفينها كده داخلية، كابلات كلها داخلية من داخل الكادر. هنتكلم تاني عن تاني جزئية، الطارات أمامي وخلفي هرمي 36 سلك أمامي وخلفي، والكاوتش بتاعها من ماركة كندا، ماركة كاوتش الداخلي والخارجي من ماركة كندا. هنتكلم على البرويل أو الكرنك بتاعها من ماركة برويل ألمونيوم، حتى الكفات بتاعتها ألمونيوم صب، ما فيهاش اللي هي التجميع، فمع الضغط ما بتكسرش بسهولة، ممكن تقعد فترة زمنية أكتر. طبعا الفرش هنا هنا المساعد، العجله دي معدله بمساعد غير الهايبر اللي كنا بنشوفها، من ماركه ميزون. طبعا الماركه دي محترمه جدا ومعروفه، وفول الومنيوم، يعني كله الومنيوم بس الوسط دي اللي حديد. مزود طبعا بلوك هنا. عندنا طقم الفرش من نيكو، ماركه محترمه غير الفرش المعتاد. الرقبه من ماركه جالاكسي، وكمان الجدول ماركه GLX جالاكسي، كلها فول الومنيوم. نتكلم على جزء الشفترات، من ماركه شومانو. الجشمه الاماميه من ماركه تورني شيمانو، حاجه محترمه جدا وخفيفه وسلسه. والجشمه الخلفيه 7 سبيد من ماركه تورني شيمانو برضو. هنا السيستيم سيفرجين هندي، حاجه كويسه. عايزين نتكلم على الكتله الاماميه والخلفيه في الدراجه من ماركه جالاكسي. كتله بتستحمل اكتر، والتيل بتاعها طبعا معدل فيما بعد ان انت تقدر تلاقي لها قطع غيار في التيل. عايزين نتكلم برضو على الكرسي بتاعها. الكرسي ده اول مره بصراحه اشوفه في ماركه جالاكسي، يمكن هم معدلينه. كرسي طبي انسيابي، فيه طبقه من الجل. طبعا الدراجه كلها امامي، التيج بتاع الكرسي كويك ليرز، سهل وقفل الفتح. كذلك الفرده الاماميه برضو كويك ليرز، يعني سهله الفك. عجله ممتازه وعجله سعرها كويس. طبعا احنا بنعمل الفريم منه سايز 56 وسايز 54، ما نزلش منه 52، ما شفناهوش. الوانه طبعا موجوده، اللون النبيتي، واللون اللي هو السيلفر اللي قدامنا ده موجود، اللون الاسود. ده ريفيو عن السريع كده من عن عجله RL 500 من ماركه جالاكسي الهايبر المعدله الجديده. تحياتي لكل الناس اللي بيشوفونا، ولسه في فيديوهات كتيره جدا، وتنورونا في فرعنا الجديد طنطا الاستاد خلف كريز.